اهلا بيكم متابعينا، متابعي صفحه استثمر في العاشر. زي ما وعدناكم ان احنا هنبدا حمله اشتري المصري، وهنبدا سلسله حمله اشتري المصري من الربيع جروب. طبعا الربيع جروب غني عن التعريف في مدينه العاشر من رمضان. المهندس حسام فوزي علي. منتجات الربيع معروفه: حلاوه طحينيه، عسل، كل منتج، عصائر. فاحنا بندعم المنتج المصري بعد حملات المقاطعة، وبنشجع المنتج المصري. منتجات الربيع موجودة في مدينة العاشر من رمضان، وكمان ليهم منفذ في السي 1. المهندس حسام هيشرح لنا المنتجات وهيعرفنا بمنتجاتهم، وكمان هيقول لنا بدايته في مدينة العاشر من رمضان ونشاطه الصناعي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس معانا. احكي لنا بقى، يعني حضرتك بدأت امتى في مدينة العاشر من رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شركة الربيع جروب موجودة في العاشر من رمضان. تاريخ الانشاء كان في 87. اول بداية الانتاج كان في 89. اسسها الوالد المرحوم حاسب فوزي علي اسماعيل. ابتدت بمصنع الحلاوة الطحينية، والنهارده الحمد لله المجموعة يعني بقى فيها 6 منتجات، وخرج منها شركة تانية اسمها اوريك سيلندر للصناعات الغذائية خاصة بالعصائر التترا باك. الربيع من أقدم المنافذ البيعية اللي موجودة في العاشر من رمضان، والحمد لله احنا أهالينا في العاشر بيحترمونا، وعندنا زباين بنشوفها من 30 سنة موجودين معانا، وده بفضل الله عز وجل إن احنا بنعمل جودة محترمة جدا. شعارنا من سنين، من ايام والدي الله يرحمه، يعني ان الاهتمام بالمنتج الداخلي ده شيء بيبقى فيه علاقه بيننا وبين ربنا. احنا تخصصنا في البدايات في الحلاوه الطحينيه، واحنا من اقدم بنوصلها في الحلاوه الطحينيه. ابتدينا زي اي حد في المجال بالطرق البدائيه، وبعدين النهارده الحمد لله الشركه بتمتلك اكبر خط آلي لتقشير السمسم في الشرق الاوسط. عندنا احدث خطوط الانتاج في الحلاوه الطحينيه، يعني نقدر نقول حلاوه طحينيه بجوده عالميه جدا فعلا. والحمد لله احنا بنصدر لما يقارب تقريبا 48 دوله. عندنا وكلاء ثابتين في بعض الدول العربيه وبعض الدول الاوروبيه بقى لهم معانا فوق 15 سنه، وده برضه بفضل الله. الحمد لله واخدين شهادات الايزو والهصب، داخلين في سلامه الغذاء، وان شاء الله يا رب قريب باذن الله باذن الله باذن الله نحصل على شهاده سلامه الغذاء الوايت ليست. الشركه بتعتبر ان المنتج ده بالنسبه لها هو هويتها. بمعنى ايه؟ كل ما بطور في منتجي كل ما الاسم بياخد يعني حقه قدام الناس. تمام. احنا الاول عندنا هنا تخصصنا الاساسي. في حد بس على الكومنتات بيقول لنا المكان لو سمحتوا. فالمكان العاشر من رمضان، المنطقه الصناعيه سي 1، شارع المدينه المنوره بعد الاردنيه. تمام. في منفذ توزيع. منفذ توزيع. المنفذ بيشتغل من 8 الصبح لغايه الساعه 8 مساء. لحد 8 مساء. والاسعار في حضرتك هتشرح لنا دلوقتي برضه، تقول لنا الاسعار طبعا احنا بنعمل فرق سعر عن السوق بره فوق 30%. يعني بنوفر بقى التوزيع، يعني اللي هيشتري من المنفذ هيبقى ارخص 30% من بره. 30% عن المحلات. تمام. يعني مثلا كيلو الطحينه عندنا هنا بيتباع على المنفذ ب 120 جنيه و125 جنيه، بره بيتباع ب 135 و140 جنيه. تمام. كيلو الحلاوه النهارده هنا بيتباع على البوابه بحاجه و70 جنيه. عندنا الصلصات، عندنا المربات كمان. الصلصه الحمد لله احنا عندنا خط آلي بنجيب الطماطم وبنعصرها، يعني ما بنجيبش مركزات ونعملها. تمام. يعني هي طبيعيه. طبيعيه 100% الحمد لله. المربات كذلك بنجيب الفاكهه هنا. عندنا خط مركزات قوي جدا. لسه نازلين بالمنتج الجديد الكاتشب. تمام. ان شاء الله ان شاء الله اهالينا في العاشر من رمضان يلاقوه قريب موجود على المنفذ عضواته كلها. تمام. طبعا عندنا الصلصه الظرف، عندنا اكبر خط اوتوماتيك لتعبئه الصلصه الظرف، ده من الخطوط القليله في مصر. ده كله نقول بجوده عالميه، وان هو صناعه مصريه بجوده عالميه. صناعه مصريه بحته، بجميع عمالنا مصريين 100%، مهندسينا مصريين 100%، وعلى اكفأ المستويات. الشركه الحمد لله
اهالينا في العاشر من رمضان بيحبوها لان هي معاهم من سنين زي ما قلت لحضرتك. اساس تخصصنا في الاساس كانت الطحينه. الطحينه احنا محترفين فيها جدا، والحمد لله الطحينه بتاعت الربيع بفضل الله عز وجل معروفه جدا جوه العاشر من رمضان. طب لو حد من خارج مدينه العاشر وعايز يوصل لمنتجاتكم يقدر يلاقيها فين؟ احنا الوحيدين بنورد لاماكن زي كارفور الحلاوه التقطيع الفريش دي بتاعتنا احنا من سنين. يعني الكارفور الحلاوه اللي هناك تقطيع السايبه. السايبه ده بتاعت الربيع. ما بيدخلوش علينا حد بفضل الله عز وجل. احنا الوحيدين اللي بنورد لشركه براسكو من جونه وشرم الفنادق. تمام. من سنين برضو. يعني الفنادق كمان بتتعامل معاكم. الحمد لله احنا عندنا هويه قديمه، وزي ما قلت احنا من زمان من اوائل الناس في مجال الطحينه. فالحمد لله عندنا ماركت شير كويس في الكلام ده يعني. عندنا برضو التصدير جيد جدا الحمد لله. الحلاوه يعني نقدر نقول فيها برضو فليفرز، يعني فيها حلاوه عندنا حلاوه بكل انواعها. عندنا الحلاوه الساده موجوده اهي، عندنا الحلاوه اللي باللوز موجوده، عندي اللي بالشوكولاته، عندي بالفستق، عندي بالبندق، عندي بالفول السوداني، حشو فول سوداني، كل الانواع موجودة. كل الانواع. وبنعمل منتج جديد دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله هينول اعجاب واستحسان اهالينا في العاشر من رمضان. ده عباره عن حلاوه طحينيه هشه، وان شاء الله ده المصنع الوحيد اللي هيكون بيعملها. عندنا فنيين كويسين في المجال من زمان معانا الحمد لله. وبنعمل حلاوه الشعر وبنعمل العسل الاسود، بنعبي العسل الاسود. عندنا معاصر معينه بنشتغل معاهم، بنجيب هنا وبنفلتر. الحمد لله يعني احنا منتجاتنا بفضل الله ان شاء الله تنول الاعجاب والاستحسان باذن الله. ودي كمان يعني دعوه لاشتري المصري. احنا عندنا في بلدنا في منتجات مصريه 100% وبجوده عالميه، تقدر الناس تجربها وهي تحكم بنفسها، والاماكن موجوده تقدر توصل لها بكل سهوله. يعني اهالينا في العاشر من رمضان يقدروا يوصلوا، لان السي 1 معروفه ان هي في الاردنيه اكتر يعني أكتر. يعتبر اقدم منفذ بيعي. وبعدين احنا طبعا حاسين باهالينا في العاشر من رمضان، عاملين نسب خصم عاليه جدا. بعدين احنا طبعا يعني بنتضامن مع اهالينا في غزه واللي بيحصل. فاحنا بنطمنهم ان المنتج المصري منتج جيد جدا، والحرب والاشاعات اللي بتدور حواليه كلام مش مظبوط. بعد اذن حضرتك يعني احنا بنختبر منتجاتنا وبنصدر اوروبا وبنصدر افريقيا وبنصدر دول عربيه، والحمد لله والشكر لله عندنا زباين الى وقتنا هذا بتفضل منتجنا عن اي منتج. وده مش من دلوقتي بس، يعني من زمان. يعني هي كان عندنا بس عقده الخواجه ان احنا بنشتري المستورد. انا ما اقدرش الوم الناس، انما في حرب دايره عن المنتج المصري. والله يا اهل بلدي يا اخواتي يا اهالينا، المنتج المصري منتج مشرف. مصانع اللي موجوده في المناطق الصناعيه بالذات، لان احنا بيبقى عندنا كنترول غير عادي من الجهات الرقابيه. احنا ما يقارب ال 15 جهه رقابيه بتراقب علينا، سلامه الغذاء بتراقب علينا، التموين بيراقب علينا، الصحه بيراقب علينا. عندنا جهات ثانيه بتراقب علينا. احنا بنورد لكل الاماكن، والتوريدات بالذات بيبقى فيها نوع من انواع الاوديت اللي بيتعمل على المصنع. بنطمنكم تمام. المنتج المصري منتج محترم. تمام. المنتج المصري منتج مشرف. المنتج المصري بديل قوي جدا. احنا في العصاير بدائل قويه جدا لاي ايوه دي برضه العصاير بيبقى جداً. فيها شويه لخبطه مثلا ان احنا نكون دي حرب وصور بتتجاب من على النت وتتركب وحاجه. احنا مش عارفين مين اللي بيهاجم الصناعه المصريه. ده في تدمير لصالح حاجه معينه. يا اخوانا منتجاتنا والله منتجات مشرفه. حضرتك التغليف بتاعنا من اعلى التغليف زي ما سيادتك شايفه. منتجاتنا كلها عبواتنا على اعلى مستوى. ما تقلقوش وما تسمعوش. المنتج المصري بخير. شبابنا اللي بيجوا يشتغلوا معانا هنا، احنا بيجي لنا برضه شباب مهندسين حديث التخرج عندهم افكار وبنتبناها بيفرقوا معانا. فما تقلقوش، انتوا بتشجعوا صناعه بلد، بتشجعوا اولادكم اللي شغالين في المصانع. احنا بنتكلم للصالح العام. الصالح العام النهارده قوي نفسك، قوي بلدك. انت الجبهه الداخليه، الجبهه الخارجيه الجيش وربنا يكون في عونه وسياده الرئيس، انما الجبهه الداخليه احنا كاهل مصر
انا اشجع منتج بلدي. اشتري المصري يعني. طبعا المصري يشرف، والله المصري بيشرف، بدليل ان مفيش دوله من اللي حوالينا ما فيهاش منتجك المصري. وعندنا شركات ناجحه جدا في مصر، ومالتي ناشونال وانترناشونال. فليا رجاء، مش منتجي انا بس، مفيش منتج في العاشر من رمضان الا بيكون على اعلى المستوى، لان عليه كنترول واصحابه عندهم ضمير واعي. انا راجل نائب رئيس لجنه الصعد الغذائيه في العاشر من رمضان، بطلب منكم مصانع في مصر بخير. احنا كمان عاملين سلسله اشتري المصري، وبادئين يعني هتكون من مدينه العاشر من رمضان. هنعمل جوله على معظم الاماكن اللي بتنتج منتجات مصريه، وده تشجيعا للمنتج المصري وتشجيعا للصناع برضو، وابرازا للمدينه اللي هي اكبر منطقه صناعيه في مصر، وبتصدر تلت صادرات مصر يعني من مدينه العاشر من رمضان. وباشمهندس كمان حسام قال لنا كمان ان هو هنعلن من خلال صفحتنا على عدد من الوظائف طبعا في مصنع جروب احنا محتاجين مهندسين انتاج، محتاجين محاسبين، محتاجين سواقين، محتاجين فنيين. وبطمن حضرتك الصناعه في مصر بخير، سواء في العاشر من رمضان او في غيرها. عندنا مصانع عندها خطوط مش موجوده في الشركات العالميه. احنا عندنا مصنع هنا صديق لينا جاب اكبر خط جيلي في العالم، مش موجود في نسله انا اسف مش عايز اقول دعايه، مش موجود في اكبر مصانع العالم. احنا عندنا هنا خطوط تقشير السلسل مش موجود زيها في الشرق الاوسط. ما تقلقوش، المصانع كويسه والجوده عالميه، والجوده عالميه وعلى احدث وعلى تدقيق من الجوده غير عادي. بنشتغل بنظم والاحدث النظم، فما تقلقوش وشجعوا منتجكم المصري. اشتري المصري المنتج المصري هو الاقتصاد. المنتج المصري هو اللي ابنك لما يطلع من دراسته ويخلص تعليمه ويلاقي مكان يشتغل فيه. ادعم بلدك، وده كمان هيخفف الضغط على الدولار وهيعمل تقليل الفجوه الدولاريه. يعني بنجيب حاجات من بره وليها بدايل في مصر، حرام. انا على الاقل انت بتشوفني هنا، لو عندك مشكله معايا عندك الجهه الرقابيه اللي هتراقب عليا، انا اللي جاي لك من بره ده هتعمل معايا. تمام. ما تقلقوش وشجعوا المنتج المصري، ومصر بخير، ومصر فيها صناعه قويه جدا وصناعه قديمه جدا. احنا من الاربعينات في مجال الصناعه. مصر طول عمرها رائده في مجالات الصناعه. فاهلا بيكم، منافذنا مفتوحه لكم، مصانعنا مفتوحه لكم. اي حد عايز يجي يشوف المصنع تحت امره يشرفنا، ويشوف المستحدث، المكن المستحدث. وسيادتك جيت النهارده وشايفه ان احنا بندخل خط انتاج جديد. تمام. يعني احنا ما بنتاخرش على ما يفيد المنتج. كل ما هو بيفيد المنتج وبيحسن صورته وبيحسن جودته احنا ما بنتاخرش. تمام. احنا بناكل اهالينا حاجه مظبوطه. ما تخافوش، المنتج المصري بيتحارب، فما تقلقوش، انتوا اقفوا جنبي. تمام ان شاء الله خير. دي كانت جولتنا مع المهندس حسام. احنا برضه هناخدكم كده هنعمل كمان جوله في المنفذ لو حضرتك سمحت لنا، هنصور المنتجات. بس دي يعني دي المنتجات ده الكاتشب. تمام. عندنا الطحينه ليها احجامها طبعا. عندنا من اول بتبدا من جرام لغايه ال 50 كيلو. ده برضه عايزين اللوجو عشان الناس تعرفه ان شاء الله. وفي اللوجو الجديد نازل باذن الله. تمام. دي الحلاوه، دي الربيع، دي الساده. تمام. عندنا دي حلاوه باللوز. تمام. ودي عندنا حلاوه بالشوكولاته. عندنا حلاوه احجامها برضو يعني تقدر ان انت تاخد اي حاجه يعني. وعندنا ال 5 كيلو. الاحجام افيلبل عندنا. القطع دي قطع للمستهلك البسيط 30 جرام و50 جرام. عندنا الصلصه ال 50 جرام. عندنا المربات الازاز، وعندنا المربات البلاستيك الكيلو والنص والربع. عندنا منها فراوله وتين، وعندنا المشمش، وبنعمل اصناف ثانيه تصدير. عندنا الصلصه بتاعتنا بفضل الله عز وجل. والحمد لله احنا الصلصه بتاعتنا معروفه في العاشر قوي يعني. الناس بتجيلها من كل حته. الحمد لله والشكر لله. وسيادتك برضو لو حابه تعملي هناخدكم برضو في جوله في المنفذ عشان نوريكم والاسعار وكل حاجه على الطبيعه. ودي كان لقائنا مع المهندس حسام فوزي علي صاحب مجموعه الربيع.
واحنا يعني هنتواصل معاه على طول، وكمان يعني هيوفر لكم شغل شجعوا منتج بلدكم واشتري المصري، ودي حملتنا للجميع. داخليا. كل سنه وانتم شكرا طيبين لحضرتك وتنورونا جزيلا، يا شكرا فندم. جزيلا، اتفضلوا. شكرا ليك، شكرا ليك متابعين.